بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا يا حبايبنا، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وحشتونا والله بجد، مش عارفة اقول لكم ايه. معلش برضو النت، ظروف النت اليومين دول من الضغوط كتير على النت، فالنت صعب انك تعمل فيديو او اي حاجة. واحمد عايز يسلم على حضرتك. كلم يا حماد. ان شاء الله هقول لكم فيديو جديد بعد الفيديو ده. واشتركوا في القناة وعملوا زر الجرس واشتركوا فيه عشان يوصلكوا فيديو جديد. مع السلامة. شاطر. انا عايزه بقى اتكلم معاكم يا جماعه في ان دلوقتي السوبر ماركت بقيتي تروحي تشتري حاجتك تلاقي طابور. ابص الاقي الرجاله عايزه تطلع قدام وتقول لك مشونا، احنا مش فاضيين، احنا مش عارف ايه. فيجي مثلا واحد عايز حاجه بسيطه، فبيقول للكاشير ايه ان يعني ده هو بياخد حاجه بسيطه، فالراجل من دول يتفتح يقول لك لا كنت هات عيالك معاك، خايف على عيالك. هو عشان جاي يشتري مثلا علبه جبنه او حاجه بسيطه او رنجايه او علبه سمنه، يعني حاجه بسيطه كده، هيقف زي انت ما شاء الله واخد حاجات كتير؟ ما تسيبه يمشي، خلاص كله هيمشي. يبقى في حب وتعاون بيناتنا، خلاف الاوضاع اللي احنا ماشيين بيها دي. يعني حتى ربنا ما يحبش كده. والستات مش عارف ايه، اعملي ايه يا ست وتقوم عركه جامده ليه كده؟ خلينا كده حلوين، احنا مصريين ومعروف عن الشعب المصري التسامح، وبنساعد بعضينا وبنقف جنب بعضينا. لكن الحاجات دي كلها انقرضت بقت دلوقتي. ما تشوفيش الا انك ده يتعارك مع ده، ده يعمل مع ده. غلط كده يا جماعه. ليه كده بنعمل في بعضنا؟ كلها حاجات بسيطه والله، فرقها ممكن 5 دقايق وكله هيمشي، وهيبقى في انبساط ويبقى في انسجام. وتقعدوا كمان تطلعوا تقولوا احنا صايمين صايمين صايمين. انت زعلان ما تصومش، ما تصومش، بدل الصيام هيعمل لك ما تصومش يا كابتن انت اهو. ادام الصيام اللي عامل عائق كده بينك وبين الناس. لا اله الا الله. مش عارفه ليه كده. هقول ايه؟ بس انا زعلت والله، مشيت، ما جبتش حاجه، مشيت. وبعدين برضو عايزه اتكلم مع الستات الهوانم اللي في البيوت. هات لي ميه رقي ناشف يا احمد، هات لي ميه رقي ناشف من الحساسيه. خدت العلاج منشف رقي يا ابني، هات لي ميه يا حبيبي. عايزه اتكلم برضو لكل ام برضو بتشتكي من ابنها لجارتها، ابنها ما بيجيش، وابنها ما بيشوفهاش، وابنها. فانا بقى ارجوكم يا جماعه، يعني خدوا بالكم من ولادكم كويس قوي. دلوقتي الاوضاع بقت مختلفه غير زمان. دلوقتي عشان تجوز ابنك ربنا كرمه وخلف، بقى صاحب بيت وصاحب اولاد، فربنا يعينه على اللي هو فيه. فادعي له، ادعي له ربنا يهديه. وابنك بر بيكي في كل لحظة، وهو ما بيبقاش بإيده. طب والله العظيم أنا ساعات أحيانا بقعد بالشهر ما بشوفش ابني، لكن بدعي له ربنا يكرمه ويصلح حاله ويكتر رزقه. ليه بقى؟ انتوا شايفين الظروف اللي البلد بتمر بيها. ودلوقتي الشباب مش فاضي لحظة، في بيشتغل شغلانة، في شغلتين. فاحنا ندعي لهم ونشجعهم على انهم يكافحوا. وبعدين بيجروا عشان يعني هيجيب لي ابنه منين؟ هيستنى اما واحد يقول له خد 10 جنيه؟ ولا ما فيش كده حتى. كل واحد يا دوب مكفي نفسه. فاللي مكفي بيته دلوقتي احنا نقول له شكرا، ونرفع له القبعة كده ونقول له شكرا. احنا مش عايزين اكتر من كده. فربنا يقوم. ما تزعليش، اوعي تزعلي يا مدام، ما تزعلوش والله. ولادكم بتحبكم وكل حاجة. دعواتكم كتيرة لولادكم ان ربنا يحميهم. وطالما الشاب من دول مؤدب ومحترم ويروح شغله وشايف طلبات بيته وشايف طلبات ولاده، يعني وبيتصل بالتليفون حتى، دي اقل حاجة. ماشي اهو بيتصل، كتر خيره، انا بحييه ما بزعلش. انما ابص الاقي الجيران، يعني واحده قالت لي اتكلمي في الموضوع ده، جاء ابني ما بيجيش وابني راح وابني. ففضلت تشتكي لجيرانها. ومش ضروري اسرار البيوت تطلع بره على العامه بره، غلط.
وبعدين كانت النتيجة ايه بعد عنكم؟ ان جات لها جلطة بدراعها برجلها اليمين، فانا زعلت عليها. طيب واخرتها اديكي بصي انت بقيتي في وضع ايه، وبرضه هو زي ما هو مش فاضي. كتر خيره، محدش فاضي للمواضيع دي، راحة جاي مش زي زمان. كان زمان الأسرة بتبقى لما الأب والأم وبعدين الأبناء كل واحد في أوضة في أوضة، كان زمان. وبعد كده اتطوروا شوية، بقى كل واحد له شقة وهكذا، وكل واحد وظروفه يا جماعة، محدش يزعل من ولاده. والله العظيم شبابنا كويس وما في أي حاجة، بس هو تقدري تقولي الوقت اللي صعب، وربنا يهديهم ويخليهم لنا يا رب. واكتفي بهذا القدر، ان زوري تعبان واخده له علاج والله، وشكرا. بس رجائي لكل حبايبنا، بالله عليكم وحياة الشهر الكريم، اللي ما اشتركش يخش يشترك. انا حلفتكم بالله عليكم خشوا اشتركوا، يعني انسانيه منكم ليا، وشكرا جزيلا، ما تحرمش منكم ابدا. وفعلوا زر الجرس، وفعلوا زر الجرس، وحطوا لايك. باي 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 باي.